جلاش حقيقي باللحمة المفرومة الكدابة، معاكم الشيف أبانوب ويالّا بقى يا جماعة، ما بقيتوش تشوفوا الوصفات الصيامي كده ليه؟ يالّا اعملوا لايكات وكومنتات وشير علشان الوصفات تروح للغير، يالّا بينا، يالّا بينا، هنعمل اللحمة المفرومة الأول، عندي كده كوباية من فول الصويا، هاخد بقى كوباية فول الصويا ده هو ده شكل الفول الصويا المجروش اللي الناس عارفاه، هابدأ بقى أحط عليه كوباية من المَيّة بس تكون مَيّة سخنة جدًا، واسيب بقى الخلطة دي على جنب حوالي ربع ساعة، وبعد كده أجيب بقى طاسة وحطيت فيها كده معلقتين 3 من الزيت. لو عندِك سمنة نباتي ممكن تحطّي معلقة، وبعد كده قطّعت بقى بصلاية صغيّرة وكمان فلفل ألوان، فلفل أخضر على أحمر على أصفر، وادّيت كده تقليبة، وعشان الخضار يدبل بسرعة هاحط رشّة بسيطة خالص من الملح، ده مش الملح بتاع الوصفة لأ، ده الملح اللي هيخلّي البصل بتاعنا يدبل بسرعة، وأول ما البصل بقى بدأ يدبل كده هاحط كده جزراية حلوة مبشورة، طبعًا الوصفة دي حلوة جدًا وكلّها خضار وصحية جدًا، أول بقى ما الخضار كده يدخل كده جوّه بعضه هانزل بإيه، هانزل بفول الصويا اللي أنا نقعته، على فكرة وأنتم بتنقعوا فول الصويا ممكن تحطوا له توابل كمان في النقع عشان إيه، يشرب من جوّاه. أنا هاضيف بقى شوية توابل دلوقتي، هاضيف بقى شوية من الملح والفلفل الأسود، وكمان كده دي توابل لحمة وال7 بهارات، ولو عندِك رشة قرفة أنا حطيت، طب لو عندِك بقى بابريكا مدخنة يا سلام هتودّي الوصفة في حتة تانية، وبعد كده حطيت بقى طماطماية صغيرة، قولوا لي بقى لمّا أنتم بتعملوا الجلاش بتحطوا في العصاج بتاع اللحمة طماطم والّا لأ؟ يالّا اكتبوا لي، هابدأ بقى أقلّب ويالّا بقى بينا نسيب بقى العصاج ده إيه على جنب كده عشان يستوي، وهنجيب الصينية بتاعتنا وأبدأ أدهنها كده دهنة زيت، يا سلام كده لو عندِك سمنة والوصفة دي بقى باللحمة المفرومة كانت هتبقى روعة، هي دي هتبقى حلوة برضه. هابدأ كده أحط بقى 4 ورقات شمال وجنوب وشرق وغرب. بس نُص الورقة جوّه في الصينية، ونُص الورقة برّه الصينية، شايفين يا جماعة؟ شوية تكنيك كده عشان إيه، عشان الدنيا تبقى حلوة، وأحط كده ورقة في النُص علشان تكون القاعدة بتاعة الحشوة بتاعتنا، شايفين تحسوها بجد لحمة مفرومة. الناس بقى اللي بتقول لي إن إحنا بنعمل فول الصويا والريحة بتاعته بتبقى عجيبة ومش عارف إيه، لأ لو حطيتوا التوابل ومشيتوا على الخطوات اللي أنا عاملها، هتبقى أحلى فول صويا هتاكلوه. هابدأ بقى أقلّب وأدهن كده بين كل طبقة وطبقة كده إيه دهنة زيت. عايز أقول لكم إن فول الصويا يا ريت ما نكترش منه بالذات للولاد، يعني لو عملناه ممكن نعمله مرة كل أسبوعين، مرة كل 3 أسابيع، مرة كل شهر، بس ما ناكلوش كل يوم يعني. هابدأ بقى أقلّب وهابدأ أدهن إيه، أدهن زيت، وعندي بقى ورقة أخيرة خالص هابدأ كده أحطها في الصينية وأبدأ كده ألِم الصينية بتاعتي. طيب قولوا لي بقى، أنا هاسألكم سؤال، أنا لمّا نقعت فول الصويا حطيت له مَيّة سخنة والّا مَيّة باردة؟ يالّا عايز أشوفكم مركزين معايا والّا لأ، اكتبوا لي. بعد كده قطّعت بقى الصينية الحلوة دي وحطيت دهنة زيت حلوة، وعندي بقى إيه، التشريبة بتاعة الجلاش، عندي كده كوباية مَيّة دافية حطيت عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان معلقة صلصة حلوة جدًا، هي اللي هتدّي له الحمار، وهابدأ بقى أدّي التقليبة، ده بقى مكان البيض واللبن، أحط بقى كوباية المَيّة السخنة على صينية الجلاش، وأبدأ كده إيه ألفّها والجلاش يشرب من المَيّة، وأدخّله على درجة حرارة 200 بيقعد حوالي إيه من ربع ساعة لتلت ساعة وبيطلع حلو، شايفين يا جماعة طري وجميل ومش لازق في الصينية وحلو زي الجلاش وقع، النهارده عملت جلاش بلحمة مفرومة كدابة، يا رب الوصفة تكون عجبتكم.